عزيزي الزملكاوي، الفيديو ده هدية مني لكل واحد زملكاوي وهدية مني لكل واحد أهلاوي. عشان تعرفوا انت كزملكاوي، لما فرقة الزمالك بتنزل ملعب ما بتلعبش 11 لاعب بس. لا، انت بتلعب 11 لاعب، بتلعب بحكم، بتلعب حكم فار او حكام فار الاربعة اللي موجودين، بتلعب معلق، بتلعب مخرج، كل الكلام ده انت بتواجهه كفرقة زمالك لما تيجي تلعب او تلعب اي فريق تاني في الدنيا، اي فريق. الفيديو ده يوضح لك قد ايه المخرج. انا مش فاهم ازاي، يعني انت كمخرج مباراة المفروض في حالة طرد، المفروض حتى انت بتعيد اللقطة للجمهور، يعني بتعيد اللقطة عشان الجمهور يفهم. انت عدت اللقطة على قد ضربة ناصر ماهر للاعب الاسماعيلي. طب ما تجيب بص الفيديو كده، بص مين اللي زق الاول. فالمفروض يعني ناصر ماهر كان رد فعل مش فعل. الطبيعي او المفروض ان حكم الفار بينده عليه بيقول له حاله الطرد دي لا تعالى بص، عشان تعالى بص على الكره من اولها، تعالى بص على اللعبه من اولها، تعالى بص على الاثنين لعيبه حصل ايه بينهم وبين بعضهم من اول. يعني المفروض يا يطرد الاثنين، يا على الاقل يطرد ناصر ماهر وبعدين هو ما ضربوش على وشه. يعني المفروض اصلا حتى حكم الفار نادى عليه، لان هو المفروض دي من خصوصيات حكام الفار او من او الفار، ان هو بيندى عليك، بيقول لك اللعبه دي حصلت ازاي، او مين اللي ضرب مين الاول، والضربه دي جت فين وازاي، والحاجات دي كلها عشان دي حاله طرد. والمفروض ان الفار بيتدخل في حاله الطرد. لكن انت كزمالك لما تيجي تلعب فرقه ما بتلعبش الاسماعيلي بس، انت بتلعب الاسماعيلي والحكم وحكام الفار والمعلق وكل الناس بتلعبها. فانت كزملكاوي ما تجيش على لعيبتك كتير، يا ريت يعني نفهم ان احنا ما نجيش على لعيبتنا كتير، لان الضغوطات اللي عليهم في الملعب اكبر بكتير مننا ان احنا بنتفرج على ماتش كوره. هي دي الخلاصه يا صاحبي، وسلام.